زمان الواحد كان ممكن يبقى ماشي في الشارع يلاقي مكتبة يعوز يدخل يتفرج، يبص على الكتب، يقلب فيها، يعجبه الغلاف، يقرا الديسكريبشن، يحس انه مشدود لحاجة في الكتاب ده، يشتريه ويرجع بيه البيت، يقعد قاعدة رايقة ويقراه، وبعد ما يخلصه مش هيقعد يفكر الكتاب ده يستاهل كام نجمة على الجود ريدز، او مين من البوك تيوبرز المشهورين اتكلم عنه قبل كده، او ايه التروبس اللي الكتاب ده استخدمها. كل اللي هيفكر فيه هو ان الكتاب ده يا اما عجبه يا اما ما عجبوش. عايز اسالكم، امتى كانت اخر مرة عملتوا فيها حاجة زي دي؟ زمان كل حاجة كانت أبسط من كده بكتير، مش بس القراية، كل الهوايات، كل الأنشطة، كل حاجة كنا بنعملها كانت سهلة وبسيطة، كنا بنعملها بعفوية عشان إحنا عايزين نعملها، مش عشان اترسخ في دماغنا صورة معينة عن الهواية دي وإحنا عايزين نايدنتيفاي نفسنا بالحاجة دي. ما كانش فيه تنافس، ما كانش فيه قراء حاسين إن هم مضغوطين إن هم لازم يخلصوا كل الكتب اللي كل الناس بتتكلم عنها أونلاين، إن ما ينفعش السنة دي تعدي عليك وإنت ما قريتش الكتاب كذا وكذا وكذا، إنك متأخر، إنك بطيء، انت مش عارف تحقق التارجت بتاعك، وانت شايف كل الناس اللي حواليك عماله تقرا اسرع منك، تقرا اكتر منك، تقرا احسن منك، بتجبر نفسك تجري ورا قرايه الكتب المشهوره اللي كلنا بنسمع عنها، مع ان اغلب الكتب دي ممكن يكون مش بيعجبك بالضروره. تبدا تسال نفسك، هي المشكله فيا؟ يمكن انا اصلا مش بحب القرايه، ما يمكن انا اللي محتاجه ادور على هوايه تانية، ما يمكن انا اللي خلاص كبرت على القرايه. بتعدي علينا كلنا فترات بتكون الظروف مش مساعده، بتكون مش قادر تقرا، مش عايز تقرا، مفيش وقت تقرا، ولما تلاقي الوقت انك تقرا بتحس ان انت مش مبسوط، مش بتقضي الوقت اللطيف اللي انت كنت بتدور عليه من القرايه زي زمان. بيبدا يهجم عليك الامبوستر سيندروم. يمكن القرايه دي الجزء اللي انا بحاول اصدره من شخصيتي للناس عشان يحسوا ان انا شخص ذكي او مثقف او عندي معلومات او بعرف اتكلم. هل الصوره اللي انا بصدرها عن نفسي للناس دي صوره حقيقيه، ولا انا بضحك على نفسي قبل ما بضحك على الناس؟ الضغط اللي موجود علينا من السوشيال ميديا ان انا لازم اكون اقرا بشكل معين او بشكل مستمر او اقرا كتب معينه، دي ممكن تكون من اسوأ الحاجات اللي حصلت لمجتمع القراء الفتره الاخيره. وطبعا ما نقدرش نلقي اللوم كله على مصدر واحد بس، لان اكيد في جزء كبير جدا من السوشيال ميديا بيساعد الناس اللي لسه عايزه تبدا ومش عارفه تبدا منين، بيوجههم للنقطه اللي ممكن يبداوا منها. المشكله بتكمن في لو احنا فضلنا محبوسين في الحته دي، لو احنا فضلنا نقول ان ده المصدر الوحيد اللي ممكن اخد منه اقتراحاتي. ما يضرش ان انت لما تكون لسه عايز تبدا قرايه ومش عارف تبدا منين ومش عارف انت بتحب ايه ومش عارف ايه الكتب المشهوره اللي ممكن تقراها، بتلجا للمكان ده عشان تقدر تطلع منه بترشيحات تجربها وتشوف هل انت فعلا حابب النمط ده، ولا حابب تلجا اكتر ان انت تدور على ميولك لحد ما تكون صوره واضحه عن ذوقك في القرايه. اكيد الكتب اللي قريناها اول سنه بدانا نقرا فيها وعجبتنا فعلا ساعتها، كمان 5 سنين مثلا لما ترجع تقرا الكتب دي في احتمال كبير تحس ان هي مش ذوقك دلوقتي، وده ما فيهوش اي حاجه غلط. ده مش معناه ان انت كنت بتكذب على نفسك وقتها لما عجبك الكتاب ده بس معناه ان انت كنت لسه مبتدئ ومش عارف ذوقك، وبسهوله جدا اي حاجه ممكن تعجبك على عكس وضعك دلوقتي. فتدريجيا لما الواحد بيكبر، يتثقف اكتر، يعرف اكتر في القرايه، ميوله بتبدا تتشعب، بيبدا يلاقي اذواقه في اماكن مختلفه. ممكن تكون الاماكن دي مش مشهوره كفايه، ده مش معناه ان هو قارئ اقل، ببساطه هو اكتشف النيش بتاعه، عرف هو بيحب ايه ومش بيحب ايه، وما بقاش اي حاجه بيقراها بتعجبه، فبيبدا تدريجيا يحس ان هو لوحده، ان هو مش لاقي حد بيشاركه الذوق بتاعه في القرايه. كل الحاجات المشهوره اللي الناس بتتكلم عنها دلوقتي ما بقتش بتلبي احتياجاته من القرايه، فبقى طول الوقت مش مبسوط وطول الوقت بيسال نفسه يمكن انا مش بحب القرايه ولا حاجه. البشر بطبيعتهم بيتغيروا، ما ينفعش نحط نفسنا في نفس الصندوق طول العمر ونفضل نحب نفس الكتب. القراءة بشكل خاص وكل الهوايات بشكل عام اتحولت لسلع استهلاكية، بقى الغرض الأساسي منها هو المكسب المادي. خلينا واقعيين، يعني أكيد كل الناس دلوقتي الغرض الأساسي من أي حاجة بتعملها بقت المكسب المادي، ومش هنقدر نلوم الناس على ده إلى مدى معين، لكن الجشع الزايد حول حاجة المفروض إن هي كانت مصدر هروب وراحة لينا من الواقع لمنافسة، لسباق مين هيعمل الحاجة دي أحسن أو هيعملها أكتر، مين بيقرا كتب ليها قيمه اكتر من كتب تانية. ده كده مش بيفيدنا
بيفيدنا في حاجه. اللي لازم نتقبله ونتصالح معاه هو ان مفيش حد زي التاني. لما تقرا كتاب واحد بس في السنه، بس حسيت ان الكتاب ده الهمك، حسسك بحاجه، خلاك تقدر تتكلم مع الناس وتوصل لهم نفس الحاجات اللي انت اتعلمتها، احسن بكتير من ان انت تقرا 100 كتاب في السنه بس بتقراهم بس عشان الكونتنت، عشان التارجت، عشان يتقال ان انت قريت 100 كتاب في السنه، قريت كل الكتب المشهوره اللي الناس بتتكلم عنها، بس الكتب دي ما ادتكش اي حاجه. ما تخليش حياتك تتمحور حوالين الجود ريدز جول بتاعك السنه دي، لان بامانه ما حدش غيرك مهتم انت قريت كام كتاب. لو ده هيبسطك اعمله عشان هيبسطك انت، مش عشان انت شايف ان انت هتبان اذكى او اشطر قدام الناس. الستار ريتنج كمان ده خدعه كبيره جدا، بتحرمك اوقات كتير من ان انت تحاول حتى على الاقل تبدا كتب كانت ممكن تبقى ذوقك بالظبط، لمجرد ان انت قريت مراجعات قليله عنه ظلمته وقررت ما تبداوش. مفيش اي عيب في ان انت ذوقك يبقى مختلف عن الذوق العام، العيب ان انت تعرف ذوقك ده وما تحاولش تنميه وتدور على الكتب المناسبه اللي تشبعه. النهارده كنت حابه اتكلم معاكم عن كام كتاب مشهورين للاسف ما عجبونيش، وانا هنا مش بتكلم عنهم عشان اقول لكم يا جماعه الكتب دي وحشه ما تقروهاش، انا بتكلم عنها عشان انا في وقت من الاوقات كنت حاسه نفس الاحساس اللي انا كنت بتكلم عنه في الفيديو. بس كل كتاب كان بيعدي عليا بلاقي فيه نفسي وبحبه، بيفكرني انا ليه بدأت ده من الاول، انا ليه عوزت اقرا اصلا، وليه بكمل في ده لحد دلوقتي. The Infernal Devices حاولت معاها كتير، قريت اول كتابين من الثلاثه ما اتبسطتش للاسباب دي. حسيت ان الريتم بطيء جدا، مفيش احداث كتير بتحصل، المين كاركتر تيسا ما عندهاش شخصيه، ملهاش ابعاد، ملهاش معتقدات وافكار خاصه بيها لوحدها تميزها عن اللي حواليها. حسيت ان هي سيلف انسرت، ممكن نشيلها ونحط مكانها اي حد تاني ومش هناخد بالنا اصلا ان في حاجه اتغيرت. في ناس بتحب طريقه الكتابه دي، بتحب ان الشخصيه الرئيسيه تكون بلين قوي لدرجه ان لو هي تخيلت نفسها مكان الشخصيه القصه هتمشي عادي، وده نوع من انواع الاسكيبيزم اللي فيه ناس كتير بتحب. كمان الريليشن شيب المفروض اصلا السلسله بتتكلم عنها في الاساس كانت بارده جدا، مفيش عاطفه، مفيش مشاعر انا عارفه احس بيها تجاههم، ما حسيتش ان هي متصوره كعلاقه حقيقيه بين ناس في الواقع. ديفاين رايفلز اول جزء من سلسله من كتابين، الكتابه كانت رومانسيه قوي زياده عن اللزوم، كليشيه زي ما بيقولوا، مكتوبه اكتر كانها فيري تيل من كتاب مكتوب دلوقتي، كأن القصص ما زالت بسيطه، ما فيهاش عمق اكتر في الاحداث، كل حاجه كانت مكرره وتقليديه وشفتها مليون مره قبل كده في كتب زمان. بس في ناس برضو بتحب ده، في ناس بتحب احساس الراحه والدفى اللي بيديهولهم كتاب بفورميلا هم قروها قبل كده مئات المرات، لان انت عارف ايه اللي هيحصل في الكتاب، مش هتتفاجئ بحاجه. لكن انا بالنسبه لي كنت محتاجه تشالنج شويه وما لقيتش التشالنج ده في الكتاب، فما حسيتش ان هو اداني اي حاجه. Problematic Summer Romance، كتب آلي هيزلوود معظم الوقت مش بتعجبني، قليل قوي لما بلاقي كتاب من كتبها بيعجبني، وللاسف الكتاب ده ما كانش منهم. القصه ما كانتش مترتبه، حسيت انه كانه فيرست درافت، كان محتاج اديتنج كتير قوي، والاديتور كسل يعمل حاجه او خاف يغير حاجه عشان اسم آلي هيزلوود بقى قوي قوي لدرجه انه اي حاجه هتكتبها هتتباع كده كده. ترتيب سرد الاحداث كان ممل بالنسبه لي، مش دايما طريقه كتابه الفلاش باكس بتبقى ناجحه، مفيش اي كيمياء بين الشخصيات الرئيسيه، وده محور القصه لان هو في الاول وفي الاخر رومانس. فلو انت ما ادتنيش اللي انا بدور عليه في الرومانس، ايه اللي هيخليني اعوز اكمل الكتاب؟ فاني ستوري وبيتش ريد، كتب ايميلي هنري بتبقى هيت اور مس بالنسبه لي، في كتب بتبقى من احلى الكتب اللي قريتها في حياتي، وفي كتب ما بفتكرهاش بعد ما بخلصها. الاثنين دول للاسف كانوا من الكتب اللي ما اتبسطتش بيهم. ايميلي هنري كتابتها حلوه جدا، بتخلينا نفكر، نستخدم عقلنا ونتناقش في قضايا مجتمعيه مهمه قوي بعيد خالص عن الرومانس. بس انا داخله الكتاب على انه رومانس، فلو انت مش هتديليفر في الجزء ده يبقى مش المفروض الكتاب ده يكون بيتباع على انه رومانس. كان هيبقى حلو لو كان متصنف كجنرال فيكشن او تشيكلت، لكن اننا نحط عامل رومانسي اضافي على الصوره دي عشان نقدر نماركت الكتاب ده كرومانس، عشان احنا عارفين ان ده اللي بيشد الناس دلوقتي، دي مش فكره لذيذه خالص. خصوصا كمان ان لحد دلوقتي كل المين كاركترز الرجاله اللي هم لاف انترست نفس البني ادم تقريبا في كل الكتب، يمكن في تغيرات طفيفه بس. وين ذا مون هاتش، الكونسبت بتاع الكتاب كان ممتاز، الورلد بيلدينج كان زي الزفت، التنفيذ كان محبط جدا، مع ان كان فيه بوتنشال قوي قوي ان العالم ده يبقى فعلا مختلف، مش زي اي رومانس فانتسي بنقراه، بس احنا كنا ماشيين
ببطء فظيع. والرومانس اللي هو المفروض يكون جزء كبير من القصه ما كانش حتى اللي اقدر اقول عليه سلو بيرن. هو ما فيش رومانس، هو مش موجود، ما فيش اي تطور بيحصل بينهم. الشخصيات عموما ما فيش فيها اي تطور، في حشو كتير قوي ملوش لازمه. اكيد لكم ان الكتاب ما كانش محتاج 700 صفحه عشان يقول اللي هو قاله في الاخر. اتوميك هابتس، ولو ده مش الكتاب اللي ياكد لكم ان فعلا مش كل الناس عندها نفس الذوق في القرايه، ولو الكتاب عجب مليون واحد فاكيد في واحد في الدنيا مش هيعجبه الكتاب ده. انا مش عارفه ايه تاني ممكن ياكد لكم. الكتاب ده كان مفجر الدنيا اول ما نزل، كل الناس تقريبا قريته، موجود في كل المكتبات، عمري ما دخلت مكتبه وما لقيتوش. وبالرغم من ده ما عجبنيش للاسف. اتكلمت عنه اكتر في فيديو تاني هحط اللينك بتاعه فوق. بس اللي هقدر اقوله ان اوقات كتير في افكار بتبقى حلوه على الورق او في تيد توك او في دوكيومنتري، لكن لما تيجي تطبق الحاجه دي على الواقع بتلاقي مفيش مساحه قوي للتطبيق. إيميلي وايلدز انسايكلوبيديا اوف فيريز. العالم ممتاز، مش هقدر اتكلم فيه. الاحداث صفر، مفيش احداث. حتى في الاخر لما بدا يبقى فيه شويه اكشن واحداث، الكلام كان مكتوب كانه قصه اطفال، وكان متناقض جدا مع بدايه الكتاب، لان العالم متطور بشكل خرافي، مخلينا محتاجين فوت نوتس، محتاجين جلوسري في الاخر، محتاجين ملخصات عشان نعرف نفهم اللور بتاع العالم. فمش من منطق ان احنا نيجي في اخر حته اللي هي اهم حاجه في الاكشن بتاع الكتاب نكتبها كانها قصه اطفال. كانش في ستيكس، انا ما كنتش خايفه على حد لان انا مش انفستد، لان انا شايفه ايه العبط اللي بيحصل ده. كتب انا هوانج مفيش كتاب واحد بالضروره، هم للاسف كلهم ملكه العلاقات التوكسيك. اوقات بخاف ان هي مشهوره قوي والكتب بتاعتها بتقع في التارجت ديموغرافيك بتاع البنات الصغيرين اللي هم من اول 12 13 سنه فما فوق، وفكره ان هم اول طريقه يتعرضوا بيها على العلاقات او الرومانس تكون بالشكل ده حاجه تخوف، لان هم بيحطوا ده ستاندرد ليهم، بيترسخ في دماغهم ان ده الصوره المناسبه اللي المفروض تكون موجوده عن العلاقات، هو ده اللي بيبداوا يدوروا عليه بعد كده في البارتنر بتاعهم في المستقبل، وتفتكر ان دي علاقه صحيه وعلاقه مناسبه، مع ان هي من أسوأ صور العلاقات اللي ممكن تتمثل في الدنيا. Before the coffee gets cold مش قادره احدد المشكله كانت في المترجم وفقدان بعض الروح بتاعه الكتاب في الترجمه، ولا الاختلافات الاجتماعيه بيننا وبين اليابان. الكتاب ده ما بسطنيش زي ما بسط ناس كتير، ما قدرتش اتعاطف مع اي حد من الشخصيات. كان في جزء كبير ما قدرتش اتغاضى عنه من الريبريزنتيشن بتاع الشخصيات النسائيه في الكتاب. كان في جزء من الذكوريه، مرتحتش لطريقه السرد. الرساله اللي كانوا بيحاولوا يوصلوها في اخر كل قصه ما كانتش حاجه انا قادره اتعاطف معاها. ذا فاين برنت كاني بقرا كتاب على الواتباد. محدش يفهمني غلط، انا بحب واتباد جدا، هفضل افتكره وانا مبسوطه لان هو اللي خلاني ابقى انفستد اكتر في القرايه. بس انا حسيت ان الكتاب ده ما كانش بروفيشنال كفايه انه يتنشر. الفكره حلوه بس التنفيذ في نمط عمال يتكرر كل شويه، مش بنتقدم على افكار جديده، محبوسين في نفس المكان او المكانين تقريبا طول الكتاب مش بنطلع منهم. فالشخصيات مش بتمر بتشالنجز جديده غير اللي احنا قابلناها في اول الكتاب، مش بيواجهوا مشاكل جديده، مش بيتحطوا في مواقف نقدر نشوف فيها جزء جديد من شخصيتهم. والثيرد اكت بريك اب كان طفولي جدا. ذا كيس اوف ديسبشن انا حاولت كتير قوي مع السلسله دي، قريت اول كتابين وانا شايفه كل الحب اللي بيشاع من الناس تجاهها وانا مش عارفه احبها، لان هي على الورق كمان فيها كل الحاجات اللي انا ممكن احبها في كتاب، بس لما قريتها حسيت ان في حاجات كتير قوي ناقصه. العالم جميل بس احنا مش بنستكشفه، احنا ماشيين في اتجاه عكس اللي انا كنت اتمنى ان احنا نمشي فيه. الشخصيه الرئيسيه كمان كانت ساذجه جدا وغير مسؤوله، بتاخد خطوات وبتعمل تصرفات مش منطقيه، وفي احداث كتير كانت بتحصل مش منطقيه. A Court of Thorns and Roses يمكن من اول الكتب اللي قريتها لما رجعت للقرايه في 2018، وفي لحظه قدرت احس ان في حاجه غلط. سارة جي ماس يمكن من احسن كتاب الرومانس فانتسي دلوقتي، وده يبان اكتر في سلسلتها الثانيه ثرون اوف جلاس. بس في A Court of Thorns and Roses الكتابه دي ما ظهرتش قوي، يمكن بسبب الطريقه الطفوليه اللي كانت بتتكلم بيها عن العالم وعن علاقات الناس ببعض، بتخليني طول الوقت حاسه ان هي مش بتاخد الكلام ده بجديه. كتير قوي بتعدي عليا جمل كنت بكرنج في الحقيقه، انا مش قادره استحمل ان انا اقرا حاجه زي كده. على الصعيد الاخر في مشاهد في الورلد بيلدينج كانت بتبقى ممتازه، فكنت بحس بكونفليكت طول الوقت، هل انا المفروض اتبسط بالعالم وابقى شاكره ان العالم ده موجود ومكتوب حلو قوي كده، في مقابل ان انا اضحي بالشخصيات اللي انا جايه اقرا عشانها، لان هو برضو فانتسي رومانس وانا شايفه الرومانس عامل سيء جدا في الكتاب. يمكن
هو من الحاجات اللي مبوظه الكتاب. للاسف ما عرفتش اوصل في الاخر لكونكلوجن، بس الكتاب ده والسلسله دي عموما ما كانتش موفقه بالنسبه لي. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجه مني النهارده. لو في كتب من الكتب اللي انا اتكلمت عنها ممكن تكونوا بتشاركوني شعوركم تجاهها، قولوا لي في الكومنتس ونتكلم مع بعض عن الموضوع. لو في كتب تانية انتوا عارفين ان هي مشهوره وقريتوها وما اتبسطتوش بيها وعايزين تحسوا ان في حد تاني ممكن يكون بيشارككم الشعور ده، قولوا لي برده في الكومنتس. واتمنى ان انتوا ما تحسوش انكم ليفت اوت او انكم لوحدكم، لان كلنا بتعدي علينا الفترات اللي بنحس فيها ان احنا مش مرحب بينا في المكان اللي كنا قبل كده بنعتبره المكان الامن بتاعنا. بس صدقوني الفترات دي بتعدي، وكل ما بتتجهوا اكتر لذوقكم المفضل او الكتب اللي انتوا عارفين ان هي هتبسطكم بتفتكروا انتوا ليه حبيتوا القرايه اصلا. انا اريج اتبسطت قوي معاكم النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي.